اللهم صل على محمد وآل محمد. هلا ويا لوز، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة، وسنة سعيدة عليكم يا رب. تكونون بألف خير وصحة وسلامة، تنعاد عليكم إن شاء الله بتحقيق كل الأماني. هذا اليوم آخر يوم ب23. حبيت أخذكم وياي بيومي. أول ما وصلت للكلية تقريبا 2:45 الكليتي، هنا أنا إجيت للقسم، لقيت لي كتاب شكر بالبريد، وشوية اشتغلت عندي شغل بالإحصاء بخصوص أطروحة الدكتوراه. كملت كل الأشياء اللي كاتبتها بجدولي وطلعت على وقت. قبل لا أطلع مرت صديقتي بهاي مختبرات اللي نشتغل بيها الدكتوراه والماجستير، مختبرات الدراسات العليا. وبعدها طلعت أكو سوبر ماركت قريب على الكلية، اشتريت يعني من عنده بعض الحلويات هيك والأكباس، وهاي الأشياء الحلوة، أشياء الكريسماس موجودة، بابا نويل، هاي كلها تشتغل أضوية، شكلها حلو لطيف. هاي حلوة شكل القلب. اليوم الصراحة كان حافل بالأشياء الحلوة. دائما أحب آخر يوم بالسنة يكون يعني هيك مليء بالطاقة، وحتى أستقبل السنة الجديدة بطاقة حلوة. فرجعت للبيت ولقيت الوالدة تشتغل دولمة، قلت خلي أصورها وياكم. هسه مثل ما تشوفون مكونات الدولمة: البصل مثل ما قلت، وشبنت وكرفس، وإحنا بالنسبة لنا نخلي وياها جزر ينطيها طعم كلش طيب، والتمن واللحم المثروم. هسه مثل ما تشوفون هاي هسه هنا أنا بدأت تنظف بالكرفس. احنا طبعا غاسلين بمي وخل. حتثرمهم مثل ما تشوفون، حتثرمهم ثرم ناعم. البصل والكرفس والشبنت والجزر نبرشه، والطماطة هسه مثل ما تشوفون بالفيديو. هاي الكرفس كملنا منه. الشبنت نفس الحالة ويا الكرفس، حنسويها ويا الشبنت انثرمه ثرم ناعم. بنات الشبنت بالدولمة ينطيها طعم روعة، شي كلش لذيذ، وتجربوها إن شاء الله. وأريد تعليقاتكم وآراءكم جوا الفيديو. مثل ما تشوفون ثرم ناعم. مثل ما قلت لكم الشبنت فتشي بالدولمة. هاي مستمرين تقطيع الشبنت، حنضيفه على البصل والكرفس مثل ما تشوفون. هسه حنورش الجزر. برش بنات، مو تقطيع، لا، الجزر ما يتقطع بالدولمة، ينبرش لين شوية قاسي. هسه الطماطة نقطعها بهذا الشكل نصفين وحنورشها. برشنا الطماطة حسب الكمية اللي موجودة عندكم، كمية الخضار. برشنا 3 فصوص ثوم. هسه ححضر المكونات اللي هي الخلطة اللي سويتها واللحم. حبلش بالبهارات. أول شي عندنا هسه مثل ما تشوفون مقدار الملعقة أو الخاشوقة، احنا مثل ما نسميه بالعراقي، 1 ملعقة بهارات الدولمة، نستخدم بهارات الملوية. وعندي تقريبا خاشوقة شاي بابريكا، وحنضيف خاشوقة كركم مثل ما تشوفون المقدار. وحنضيف خاشوقة شاي تقريبا، خاشوقة شاي فلفل أسود. مثل ما تشوفون الكمية قدامكم بنات. ملاحظة: كمية البهار حسب كمية التمن واللحم والخضروات اللي انت مستخدمتها. استخدمتي كمية أكثر تزودين بهارات، استخدمتي كمية أقل تقللين البهارات. هنا ضفنا خاشوقة يعني مليانة ملح، وحسب رغبتكم تزيدونها أو تقللونها. هنا عصرت ليمونة كاملة، فضفنا عصير ليمونة كاملة، أو ما عندكم ليمون تستخدمون المندوزي اللي هو حمض الليمون، أو تستخدمون النارنج. ضفنا اللحم، مزجنا كل المكونات. هسه حنضيف التمن ونخلط كل المكونات سوية.
حنخلط مثل ما قلت لكم كل المكونات بطريقة زينة. هسه أول ما بلشنا بالخاشوقة هيجي بس نجمع المكونات، بعدين حتبلش الوالدة بإيدها، بس قبلها حنضيف شنو؟ حنضيف خاشوقتين معجون أو ملعقتين معجون، وحنضيف خاشوقتين مثل ما قلت أو ملعقتين كاتشب. هاي ملعقتين أو خاشوقتين دبس رمان. ومثل ما قلت لكم بنات، كل الكميات اللي ذكرتها، البهار أو المعجون أو الكاتشب، حسب كمية التمن واللحم اللي موجودة عندكم. حنضيف 2 زيت، خاشوقتين زيت. حنضيف ملعقة صغيرة من النوم بصرة المطحون. بنات الدولمة يرادلها خلط المواد بطريقة كلش زينة. الوالدة الله يحفظها تخلطها أو تمزجها بإيدها، وما راح تتلف الإيد لأن تلبسون كف. تشوفون شلون شكلها يترتب وكل المكونات تمتزج. هسه مثل ما تشوفون باعولي، شوفوا نتيجة الخلط بالإيد. بنات من ورا ما خلطنا لون الخلطة فاتح، فضفنا عليها خاشوقتين معجون. هسه حنحضر الجدرية اللي نسوي بيها الدولمة، وعدنا هذا السلق والحشوة مالتنا، وعدنا العضود احنا نسميها او اعواد السلق. ضفنا بالجدرية تقريبا يعني 10 ملاعق زيت، لان الدولمة تحب الدهن. هسه مثل ما تشوفون حنصفط او نرتب الاعواد بقاع الجدرية. حنبلش بالبصل. طبعا هذا البصل بنات احنا قطعناه من النص وخليناه شوية على النار بمي دقيقتين 3 مو أكثر، بس مجرد إنه ينفتح البصل وياكم وتقدرون تحشونه بطريقة سهلة. هسه مثل ما تشوفون بنات حشي البصل بس مو نمليها، لأنه التمن حينطبخ فينشر ويعني ويطلع من البصلاية، فاحنا ما نريده يطلع من البصلاية ويصير منظره ما حلو، نريده يعني بشكل مرتب. وهسه تشوفون إن شاء الله من ورا ما نقلب الدولمة يشوفون شلون البصل قالب. حنملي كل الجدرية، قاع الجدر كله بالبصل. حاولوا بنات ترتبونها حتى من تقلبونها يطلع شكلها حلو. أنا بالنسبة لي أحب البصل هواية. عندنا فلفل قطعتين هم نفس الحالة، نحشيها نفس ما حشينا البصل ونثقبها. بنات انتبهوا لهاي الملاحظة، تثقبونها البنات طبعا اللي ما يعرفون يطبخون. نثقب الفلفل بسهولة، يدخل الصوص داخل الفلفل ويستوي التمن عندنا بطريقة حلوة. فلفل قبل لا نحشيه غاسلينه هو وكل الخضروات بمي وخل. شوفوا لي الجدرية شلون مرتبة، عاشت ايدك حبيبتي ماما. بنات بالنسبة للورق السلق، اذا عندكم الورق يعني كبيرة حجمها فتقدرون تقطعونها بهذا الشكل، وشوفوا شلون طريقة اللف تطلع عندكم كلش مرتبة. باعوا شوفوا الطريقة بعد ما قصتها 3 أقسام. شوفوا طريقة اللف باعوا لي بنات، شوفوا شلون تطلع عندكم مرتبة، والحباية هيك يعني شكلها كلش حلو. باعوا لي شوفوا هاي القطعة الثانية، ونرتبها بالجدرية فوق البصل. وتقدرون طبعا بنات تضيفون فوق أعواد السلق تضيفون ضلوع، إن شاء الله على يوم أسوي لكم إياها، إن شاء الله أنا والوالدة نسويها. أو مرات نضيف إحنا باقلة أو باقلة وضلوع اثنيناتهم، إن شاء الله على يوم نسوي لكم إياها. انتبهوا لي على طريقة اللف.
للبنات اللي ما تعرف تلف دولمة، واللي تعرف بعد احنا العراقيات معدلات ان شاء الله ومرتبات. وبعد هاي قطعة لخ شوفوا شلون طريقة اللف. بعد شوفوا بنات شلون تطلع مرتبة، فلا تشيلون هم انه الورق القطعة مالته كبيرة ما تقدرون تلفونها. بهاي الطريقة تقدرون تلفوها. طبعا ملاحظة بنات، تقدرون بهاي الطريقة تتحكمون بالورق السلق، تنقعونه بمي حار. مي حار أول ما تغسلونه بمي وخل، وبعدين نقعوه بمي حار، أو مباشرة تنقعونه بمي حار، حتى تقدرون بطريقة سهلة تلفون بيه الحشو. بعد ما كملنا لف الدولمة نخلي جذرية الدولمة على الطباخ طبعا على نار متوسطة لمدة ساعة تقريبا إلى ساعة إلا ربع. بعدها نضيف الصوص اللي محضرينه بين ما تذبل كل المكونات. صوص عندنا هو معجون وكاتشب، دبس رمان وملح، إذا حابين تضيفون حامض أو لمندوزي براحتكم بعد حسب درجة الحموضة اللي تردوها. نمزج كل المكونات الصوص ونضيفه على جدر الدولمة ونخلي عليه تثقالة أو ماعون عندنا ثقيل. وراها نتركها تقريبا يعني ساعة، بين تقريبا نتركها نص ساعة تنطبخ ونص ساعة تتهدر على عين ناصية أو على عين هادئة. بنات بهاي الطريقة حتجربون دولمة عراقية لاجعة حامضة حلوة ذايبة، طريقة لذيذة وسهلة، وإن شاء الله يا رب تعجبكم. شوفوا لي بنات البصل شلون عباله قالب. هسه الحمد لله والشكر من بعد ما كنا وخلصنا وشربنا الشاي العراقي المهيل، حنطلع أنا والوالدة إن شاء الله نشتري هيك قطعة ذهب. بنات أنا أحب استقبل السنة الجديدة بقطعة ذهب. هسه أخذكم وياي، بس بنات شوفوا لي الطرشي الأحمر اللي يجنن، ما يجنن. إن شاء الله على أيام الجاية نزل لكم طريقة الطرشي الأحمر مصورته، بس هيجي أسوي له إديت. يلا تعالوا وياي، حاخذ هيجي شي بسيط إلي. مثل ما قلت لكم أحب استقبل السنة الجديدة بقطعة ذهب. ما أخذت يعني أشياء كلش غالية ولا أوزان ثقيلة. أخذت مثل ما تشوفون من هذا الصايغ. هاي طبعا يريد ينطيني إياها يخلي لي بيها التراجي، بس أنا ما قبلت، ردت من هاي الحافظة أحلى. مثل ما تشوفون هاي شكل القلب خذت وشكل دائري هيك بيه في ضربات معينة، شكله كلش حلو. سلمت المبلغ، ويا رب وإن شاء الله كل سنة وكل عام وإحنا بخير وصحة وسلامة وعافية ورزق حلال يا رب. هسه بنات حاخذكم الصايغ ثاني، خذت من عنده تراشي كلش حلوات شكلهم يجنن، هيك بشي نازك بسيط. هسه مثل ما تشوفون بنات شلون هاي الترشية هاي اللي بيها وردي، بس أنا خذت العقيق الأحمر بيها، حراويكم إياها شكلها كلش حلو لطيف. بناتي شخلت شوية سمايلات هنا لأنه بنات موجودات بالمحل فما قدرت أصور، وهنا انطيته المبلغ. بعدها انطلقنا لجلسة الليزر، لأن عندي جلسة ليزر بنات أسوي للوجه. هاي هنا بالعيادة. دخلت الغرفة أسوي جلسة الليزر، هاي الجلسة الثالثة بلشت بيها أني. وهنا نرجع للبيت بنات، نرجع للبيت حتى نحتفل بليلة رأس السنة. هنا سوينا عشاء هيجي على السريع، يعني بسيط مو أشياء هواية. أنا ما ردت كباب الصراحة، فقالت لي الوالدة كب وباذنجان وهذا الطرشي الأحمر، وعلينا وعليكم بألف خير وصحة وسلامة. وهنا أنا بلشت تحضيرات، حضرت هيجي الكيكة والقهوة وفاكهة مخلين، والبالونات طبعا حضرتها من قبل يوم. وأرجع وأعايدكم وأقولكم إن شاء الله يا رب وأنتم بخير وصحة وسلامة ورزق حلال وراحة بال وتحقيق كل الأماني يا رب. حبايبي مشاهداتكم التعليقاتكم الدعمكم المستمر إلي والله العظيم فرحتوني، يعني خصوصا على هذا الفيديو المشتريات، يعني تعليقاتكم كلش فرحتني وتعلمت من عندكم أشياء، فشكرا شكرا من كل قلبي إلكم. تعليقاتكم الكلامكم الحلو المشاهداتكم اللايكات اللي تعطونها للفيديو
وإن شاء الله يا ربي أقدم لكم كل شيء حلو يرضيكم ويسعدكم.